اختبر معلوماتك في عالم الطيران مع مستر طيران. 5 أسئلة على السريع، المستوى متوسط، لا صعب ولا سهل. السؤال الأول: ماذا يعني حرف الإف في نوع الطائرة؟ يعني مثلا A320 F، فالإف معناه فريش، فريتر أو فرانشايز. سهل أتوقع. فكر 3 ثواني. نشوف الإجابة الصحيحة هي فريتر، يعني طائرة شحن. اللي اختار فرانشايز يحذفني لو سمحت، مطعم هو. السؤال الثاني: الخطوط التونسية هي الطيران الوحيد في تونس، صح أو خطأ؟ أتوقع مو صعب يعني. 3 ثواني ونشوف الإجابة الصحيحة هي خطأ. شبيك يا ولدي؟ نورمال، فما عندنا شركات طيران واللي تحب عليه. السؤال الثالث: ما هو هذا الشيء اللي في الصورة اللي في بطن الطائرة مثل ما نشوف؟ A نظام تهوية المقصورة، B محرك الرات، C نظام الايلس. أتوقع مر عليكم ممكن، فاختاروا إجابة ونشوف الإجابة الصحيحة هي محرك الرات. هذا المحرك ينزل اوتوماتيكيا من بطن الطائرة، لكن متى ينزل بالضبط الإجابة عليكم في الكومنتس عشان ما أطول عليكم. السؤال الرابع: ماذا تعني كلمة كافوكي في تقرير الطقس، الميتارة وغيرها؟ أمطار شديدة، سحب متراكمة، الرؤية واضحة. اختاروا إجابة والإجابة الصحيحة هي الرؤية واضحة. cloud and visibility okay. ما تشوفوا أحيانا أسألكم أخباركم أموركم كافوكي، يعني كل شيء تمام. فيا رب أيامكم كلها كافوكي. والسؤال الخامس والأخير: أين يقع مطار باراخاس؟ مدريد، إسبانيا، مكسيكو في المكسيك، أو ساو باولو في البرازيل؟ أتوقع مر عليكم اسم المطار، والإجابة الصحيحة هي مدريد. مطار باراخاس مدريد دولي معروف في إسبانيا. يلا بصراحة كم سؤال جاوبتوه صح من ال5 الأسئلة؟